مرحبا، أهلا وسهلا فيكم من مطبخ محمد الحلبي. رجعت لكم بعد انقطاع طويل وصفة مميزة والكل بحبها. راح تعجبكم كتير. وصفة للزنقات والأيام اللي ما بنعرف شو بدنا نطبخ فيها، كتير سهلة وسريعة ومكوناتها بسيطة. عندي هون صدور الدجاج بدي أتبلهم: ملح وفلفل أسود، فلفل حمرا، بودرة ثوم، بودرة زنجبيل، وأوريجانو، زعتر أخضر. البهارات اللي انتو بتحبوها فيكم تتبلوها فيها كمان. شوفوا كيف الحجم اللي أنا قطعتهم فيه لصدور الدجاج، تقريبا قد نص الكف. على زيت حامي بالطاسة بنزلهم حتى ياخدوا لون ونطبخهم نص استواء ونكمل طبختنا. إذا الكمية عنا كبيرة فينا نعملهم على دفعتين حتى ما كتير ينزلوا مي ويتشوحوا مزبوط معنا. شايفين كيف أخدوا معنا لون على السريع على نار وسط. ما بدنا نار كتير عالية يحترقوا، ولا نار خفيفة يطلعوا ميتهم ويزنخوا معنا ويصير طعمتهم مو مرغوبة أبدا. قطعتهم شوي بس لحتى استووا نص استواء، يعني إذا بتقسمي القطعة من النص ما أنا مستوية، بس هيك يا دوب على نار. شايفين كيف عم ببقبقوا لأنه النار ما واطية كتير. بعدين بدي أرفع كل الدجاج والمرقتهم كمان. بعد ما شلت المي والصدورة نفس المقلاية مع نفس اللزازة اللي بالطاسة بحط شوية زبدة مع توم مهروس أو مفروم إذا بنحبه بنفضله. بخليه ياخد تشويحة هيك تطلع بيضة وبتطلع ريحة التوم. بضيف الطحين. الطحين تقريبا أنا هون ضفت 4 معالق، كل معلقتين بدهم كاسة من المي أو كاسة من الحليب، تقريبا نفس مقدار البشاميل. هون بخلي الطحين ياخد تشويحة حتى تروح طعمة الطحين هيك على النار على السريع. وبنضيف السوائل. فينا نضيف إذا عنا مرقة دجاج، مرقة خضار، مرقة مكعب ماجي، نحن بدنا نضيفه اللي بدكن اياه تقدروا تضيفوا أكيد. أنا ضفت مي وحركن حتى تروح كل التكتلات مزبوط، وضفت كوب الكريمة معهم. إذا حركنا كتير 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 وما راح التكتلات معنا مزبوط، معنا ما عرفنا كيف تروح، ما لنا غير الحل بالماكس بلندر مباشرة بتروح كل التكتلات اللي صغيرة. شايفين كيف نعمت معي وراحت كل التكتلات. هي مريئة لأنه شوي بعدين على الغلي راح طبعا تتسبك وتسمك. نرجع كل اللزازة مع مرقتهم. الطعمة الخطيرة هي بالمي اللي طلعت، الزوم اللي طلع من الدجاج، طبعا كل النكهات فيه والعصارة اللي فيه. بعدين نرجع نضيف شوي من البهارات نفس اللي ضفناها للدجاج بالتتبيلة. فينا هيك نكتفي، وفينا نضيف خضار إذا بنحب نشوح شوية فطر أو فلفلة ملونة، فلفلة خضرة، أي شي نحن نحبه. أنا ضفت الذرة، ولادي كتير بحبوا الذرة مع الدجاج والكريمة هيك، وتركتها 10 ل15 دقيقة أكتر حد. خليها تسبك على نار خفيفة مغطاية. شايفين البقبقة كيف؟ يا سلام، كتير خطيرة. وبنقدمها، يا سلام صارت الطبخة جاهزة. بنقدمها مع رز أبيض أو معكرونة أو قطة مقلية، بطاطا بوريه، كيف ما انتو بتفضلوا. أنا هون طبخت رز أبيض بسمتي طويل مفلفل، يا عيني يا غرامي، مع شطة. غرام وانتقام على قولة الشيف أورفلي. عن جد وصفة خطيرة كتير كتير، لازم كلكم تجربوها وتعطوني رأيكم. حطيت أنا قدمتها مع شوية بروكلي، هيك شوحت شوية بروكلي وقدمتها هيك لحتى نضيف شوية خضار للولاد. صحتين وألف هنا.